قال وغرتكم الأماني. هذه الآية آية توجع القلب، وذلك لأنها تعني أنهم قد فتح لهؤلاء المنافقين بابا لكي يدخلوا به إلى الجنة، وكانوا مع أهل الإيمان في الظاهر يصلون ويذهبون إلى الجمعات وقد يحضروا معهم الغزوات، ولكن في نهاية الأمر لعب الموج بهم، موج الفتن، فغرقوا عياذا بالله. فالإنسان لا يأمن على نفسه ولا يأمن أن يفتن في أي لحظة عياذا بالله جل وعلا. نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات حتى نلقاه. ألم نكن معكم؟ أيوة يا سيدي كنت معهم، ولكن فعلت ما تودي به نفسك والعياذ بالله وتهلكها، فأوقعتها في الفتنة والهلاك، نسأل الله العافية. فلا بد أن ننتبه لمثل هذا المعنى، أن الإنسان نعم كم من إنسان كاد أن يصل إلى شاطئ النجاة فلعبت بسفينة الأمواج فهلك والعياذ بالله. كم من إنسان كان بينه وبين أن يموت ويدخل الجنة ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بالمعاصي فدخل النار والعياذ بالله. فالإنسان لا يأمن. ألم نكن معكم؟ لابد أن تكون مع الإسلام قلبا وقالبا، مش بالظاهر كده وأنا خلاص أنا الحمد لله أنا مسلم. هذا طبعا لا شك أنه ينفعك، ولكن لابد له من أثر وثمرة. ألم نكن معكم تكون معهم ظاهرا وباطنا.